تخيل انك تصحى كل يوم وتفتح السوشيال ميديا تلاقي صورة راجل مبتسم لابس جلابية بيضة شيك وقاعد جنب جيسون ستيسم وبيهزروا هما الاتنين مع بعض. الراجل ده لبس كريستيانو رونالدو جلابية، ولبس رونالدو الظاهرة تيشيرت الاهلي، ولبس توتي تيشيرت الزمالك، وبيعلن عن موسم ترفيهي جاي فيه للسعودية نص نجوم هوليوود. الاسم تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اتولد سنة 1981 في الرياض من أسرة متوسطة. والده كان بيشتغل في الجيش، يعني مش من عيلة مليارديرات، ولا اتولد وفي بقه معلقة ذهب. من صغره كان بيحب حاجتين، الكرة والشعر، يكتب قصايد وخواطر ويشجع نادي الهلال بجنون. في الجامعة درس العلوم الأمنية واشتغل بعد كده في وزارة الداخلية. هنا بدأت حياته تتغير لأنه دخل وسط القيادات وبدأ يعرف يعني إيه نفوذ ويعني إيه علاقات، ووصل لمنصبه الحالي مستشار في الديوان الملكي السعودي. لكن الناس مشغولة بحاجة تانية، الراجل ده جاب الفلوس دي كلها منين؟ إزاي بقى واحد من أشهر الأسماء في العالم العربي والعالم كله فجأة؟ أنا هقولك القصة من الأول للآخر. بعد تخرجه بدأ يشتغل في مجالات مرتبطة بالأمن والإدارة. شخصيته كانت مختلفة، مش مجرد موظف، كان عنده كاريزما، بيحب يبان، وعنده طموح أكبر من مجرد وظيفة. بدأ يشتغل بقرب من صناع القرار، ودي كانت النقلة الحقيقية. تركي كان عاشق للكورة، لكن لما مسك منصب في الهيئة العامة للرياضة الموضوع اتغير. بدأ يضخ فلوس ضخمة في الرياضة السعودية، تطوير ملاعب، مدربين عالميين، دعم أندية. وفي 2018 فاجئ الجميع واشترى نادي بيراميدز المصري. جاب لعيبة من العيار التقيل، غير شكل الدوري المصري. وفي ناس شافته منقذ للدوري، وفي ناس شافته مخرب عايز يشتري كل حاجة. وبعد فترة قصيرة اتعين رئيس الهيئة العامة للترفيه، ودي كانت القفزة الأكبر. السعودية في ظرف سنتين شكلها اتغير. موسم الرياض، مصارعة WWE، سباقات سيارات، ومباريات نجوم عالميين زي ميسي ورونالدو. والعالم كله بقى بيتكلم عن نجاح السعودية، وبقى في زيارات للسعودية من أنحاء العالم. هنا بقى نجاوب على السؤال اللي الناس كلها مستنيينه، هو بيصرف من جيبه ولا من الدولة ولا منين بالظبط؟ تركي آل الشيخ مستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه. المناصب دي مرتبها كبير جدا، غير ان عنده استثمارات خاصة في العقارات والشركات، وبيشتغل كواجهة استثمارية لبعض المشاريع الكبيرة، مواسم الرياض وجدة وغيرها، وعقود مع شركات عالمية. العقود دي بتدخل فلوس ضخمة وهو بيديرها. ذكائه ونجاحه خلاه عنده صلاحيات ومشاريع محدش غيره يقدر يديرها. بعض المصادر في 2024 قالت ان ثروته حوالي 2 مليار و800 ألف دولار. تركي مش بس إداري، ده كمان شاعر غنائي وكتب أغاني لنجوم كبار، عمرو دياب، أنغام، محمد عبده. والأغاني دي مش بس نجاح فني، كمان وسعت علاقاته الفنية. راجل في منتهى الذكاء، جمع ما بين الكورة والفن والترفيه. ناس كتير هاجمته، بيصرف فلوس، عايز يلمع صورته، بيحاول يسيطر على الكورة. لكن رغم الهجوم هو بيكبر أكتر، وزي ما بيقولوا الهجوم دليل النجاح. كل مرة يهاجموه يرد بإنجاز جديد، صفقات في الكورة، موسم ترفيهي جديد، أو أغنية كبيرة لنجوم كبار. نجاح تركي مش بس إنه غني، نجاحه إنه غير صورة بلد كاملة. السعودية حرفيا بقت واجهة عالمية للترفيه، والشباب السعودي بقى عنده فرص أكتر. العرب بقوا بيشوفوا مهرجانات عالمية عندهم بدل ما يسافروا بره. تركي آل الشيخ مش مجرد راجل غني، ده مؤسسة كاملة ماشية على رجلين. قدر يستغل الفرصة ويحول نفسه من موظف صغير لواحد من أشهر الأسماء في العالم. في ناس بتحبه وتشوفه عبقري، وفي ناس بتهاجمه وبتشوفه مبذر، لكن المؤكد إنك ما تقدرش تتجاهله. في النهاية تتفق أو تختلف معاه، لازم الشباب الصغير اللي عنده طموح ياخد تركي آل الشيخ قدوة ليه. سؤالي ليك، لو كان معاك الفلوس والنفوذ اللي مع تركي آل الشيخ كنت هتعمل بيهم ايه؟